أعزائي أولياء أمور الثانوية العامة أو اللي قربوا على الثانوية العامة أو اللي داخلين الثانوية العامة اللي عندهم بعبع الثانوية العامة. أنا عايزة أتفق معاكم جدا وأقول لكم إن أنا متفقة معاكم في مشاعركم وقلقكم على أولادكم وخوفكم، لأن إحنا بصراحة عايشين في مجتمع فعلا بيتأثر بالمظاهر وبيتأثر بالألقاب. وفعلا كلمة دكتور كده يعني إيه، بتدي هيبة كده، أو كلمة باشمهندس بتحس كده إن الناس اتاخدت أو عملت احترام أو كده. بس أنا عايزة أقول لكم على حاجة، تعالوا نبص للموضوع من زاوية تانية. في ناس كتير قوي ممكن يكونوا دكاترة في أي كلية لو هما بيحبوا الكلية دي ومجتهدين فيها، فهيبقوا دكتور في التخصص ده. وفي صنايعية كتير جدا شاطرين جدا في المهنة بتاعتهم، فبيتقال لهم يا باشمهندس ويا باشا ويا دكتور وكل حاجة. فخلونا نخلي اللقب ما ياخدش أكبر من حجمه، ونركز على نقطة تانية مهمة. اي حد مجتهد زي ما قلنا، فبالتالي ده يرجعنا لنقطة صفات الشخصية الناجحة. خلونا نحط اهتمامنا ومجهودنا وتفكيرنا في شخصية ولادنا بتوع الثانوية العامة. شخصيتهم عاملة ازاي؟ هم مجتهدين؟ هم طموحين؟ هم بيعرفوا يحطوا خطة؟ هم عندهم ذكاء اجتماعي؟ هيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم؟ هيعرفوا يطالبوا بحقهم؟ هيعرفوا يعملوا علاقات في الجامعة فيوصلوا انهم يشتغلوا في اماكن كويسة؟ هيعرفوا شاطرين كده ويعرفوا ياخدوا كورسات ويسألوا والكلام ده كله، زي ما بنقول كده مدردحين يعني. فاهتم كمان بانك تخلي فترة الثانوية العامة دي تمر على ابنك بغض النظر عن المجموع اللي هيجي او النتيجة اللي مش هنعرف نغيرها. في انك تخليه وهو بيختار الكلية ما يبقاش محبط، ما يبقاش خايف من نظرة الناس، ما يبقاش حاسس بالذنب لأنه ده هيأثر على اختياره، ما يبقاش حاسس انه المفروض يرضي طرف من الأطراف لأنه ده هيأثر على اختياره فهيرجع يندم. ما تخليش اليوم ده يكون يوم ابنك بيلعنه في المستقبل لأنه ضيع عليه سنين من عمره، أو ضيع عليه فرصة، أو ضيع عليه حاجة كان ممكن ينجح فيها وبيحبها لو كان ابتداها من بدري. طيب انا متفقه معاكم ان مش كل الناس بتخش الكليات اللي هي عايزاها برضو في الاخر. وفي ناس كتير بتخش الكليه وهي اصلا مش عارفه هي عايزه ايه اصلا يعني. فانا واحده منهم، انا دخلت كليه صيدله عشان جبت مجموع كبير، وانا ما كنتش فارق معايا ان انا ابقى صيدلانيه، او ما كانش عندي اهداف، او كان عندي هدف بسيط كده اسمه ان انا بحب اساعد الناس. فكنت متخيله ان انا لما ابقى دكتوره صيدلانيه هي دي الطريقه اللي انا هساعد بيها الناس. طلع ان انا اكتشفت الموضوع ده بعد ما ضيعت 8 سنين في الشغل بتاع الصيدلة، ان انا ينفع اساعد الناس بطرق تانية خالص، وانا مميزة فيها اكتر وبحبها اكتر وهتفرق في شخصيتي اكتر. فتعالوا كده في 24 صفة للشخصية الناجحة القوية اللي ممكن تنجح في اي مهنة. ولاني مؤمن جدا بالمثلث اللي هقول لكم عليه ده دلوقتي، فهو مثلث بيقول ايه؟ بيقول ان مشاعرك سوري افعالك نتيجة مشاعرك، ومشاعرك جاية نتيجة فكرة انت مقتنع بيها. فيا عزيزي بابا وماما، لو انت مقتنع انه ابنك لما بياخد بريك من المذاكرة و... ويبقى عايز يتفرج على فيلم، او يبقى بيريح او بينام شوية زيادة، فانت تيجي تقول له انت ايه، انت نسيت نفسك، احنا في ثانوية عامة، الكلام ده مش بتاع مش في ثانوية عامة، لما تخلص ان شاء الله. انت مقتنع ان انت خايف على المجموع وخايف على الكلية اللي لو ما لحقهاش هتحصل كارثة. في الحقيقة لازم تغير فكرتك، عشان مشاعرك دي بان ابنك مستهتر وابنك مش بيقدرك ومش بيقدر تعب اهله والمصاريف اللي بابا دفعها في الدروس. مشاعرك لما تتغير، يعني تتبدل، بدل ما تبقى استهتار، بدل ما تبقى ان انت متعصب من ابنك وشايفه كده، مشاعرك هتبقى فيها هدوء، هتبقى فاهم انه من حقه يبقى سليم نفسيا وبيشبع من الاحتياجات المختلفة، زي حياته الاجتماعية، زي أصحابه، زي حياته الروحية، زي صحته الجسدية. فلما مشاعرك تتغير الأكشنز بتاعتك هتتغير، هتبتدي تبقى في صف ابنك، هتبتدي تقول له أنا متحمس جدا للفترة الانتقالية دي، أيا كان احنا مش عارفين شكلها هيبقى ايه، هي في علم الغيب، ولكن أيا كان هو ايه احنا هنبقى معاك، هنبقى بنسيرش ايه الكورسات اللي ممكن تاخدها عشان تحقق ذاتك، أو تعرف انت بتحب ايه أو شاطر في ايه، أو ايه اللي ممكن من الكلية دي يوصلك للهدف التاني اللي انت عايزه اللي معرفتش توصل له. خد بالك. هقول لكم على حاجة بقى كمان حلوة قوي، عشان انا بحب يعني اقول كل اللي عندي. ده تدريب حلو قوي علشان تساعدوا ولادكم ان شاء الله بعد المذاكرة وبعد الامتحانات في الاجازة، لانه كده كده النتيجة هتطلع مش هنعرف نغيرها. ازاي تعرف
الحاجة اللي انت هتحقق فيها ذاتك. التمرين ده عبارة عن بيسموه كده how to find the ikigai. ممكن تكون بتتنطق بشكل مختلف، بس هي معناها يعني الحاجة اللي انت هتحقق فيها ذاتك وتلاقي فيها نفسك وتبقى مبسوط. فاكرين لما طلع فترة كده الناس قعدت تقول لك لا لا احنا مش هنشتغل اي شغلانه، اتبع قلبك ودور على الباشن بتاعك، انت هتبقى بتحب ايه. وبعدين طبعا الكلام ده احيانا مش هيكون عملي، لان اللي انت بتحب تعمله مش عارف توصل له، مش عارف تشتغله عشان شهادتك مش مساعداك، او معكش امكانيات عشان تشتغل الحاجه دي، او محتاج حاجات معينه عشان الشركه ترضى تشغلك. فتعالوا اقول لكم الحقيقه بقى علميا نعمل ايه عشان نلاقي اكتر حاجه ممكن المجتمع يتأثر بيها وتجيب عليا عائد، وأنا كمان أبقى مبسوط وناجح ومبسوط بنفسي. بنرسم 3 دواير. الدايرة الأولى بيبقى فيها الحاجات اللي انت بتحب تعملها، زي هواية، حاجة انت بتبقى مستمتع وانت بتعملها، اللي هو الباشن يعني، حط فيها كل الحاجات دي. الدايرة التانية وهتكون متصلة بالدايرة الأولى، يعني في حتة هما الاتنين بيتقابلوا فيها مع بعض. الدايرة التانية هتحط فيها الحاجات اللي انت شاطر فيها. يعني انت مثلا انت واحدة عندك صبر مع الأطفال، فانت شاطرة وبتعرفي تفهمي الأطفال. انت واحد بتحب تعمل سيرش وبتستخدم الكمبيوتر كويس قوي. انت واحدة بتحب الرسم، انت واحدة مميزة في الموسيقى، انت واحدة بتحب تسمع الناس مثلا. وهكذا الحاجة اللي انت بتعملها وشاطر فيها، حتى لو انت بتحب حاجة تانية اكتر منها كهواية، بس انت شاطر في الحاجة دي. الدايرة التالتة وبرضو هتكون بتقابلهم في النص، هي هسيب لكم صورة عشان تكون واضحة في الكومنتس. هتحط فيها الحاجة اللي انت حاسس ان المجتمع اللي حواليك محتاجها. يعني المجتمع دلوقتي محتاج ناس نفسيين اكتر، ولا محتاج ناس بيتعاملوا مع الاطفال اكتر، ولا محتاج اكل اكتر، انواع اكل جديدة ومحلات اكل، ولا محتاج ايه بالظبط، ولا محتاج مدرسين، ولا محتاج حاجات اونلاين، ولا محتاج الكترونيكس. ايه الحاجة اللي الناس هتدفع فيها فلوس لانها محتاجاها؟ طيب بعد ما مليت ال3 دواير هتيجي تشوف ايه الحاجة المشتركة اللي اتكررت، او اللي جت في الحتة اللي في النص اللي ما بين الدواير. يعني بتحبها مثلا وشاطر فيها في نفس الوقت، او بتحبها والمجتمع عايزها بس انت لسه مش شاطر فيها قوي، فهتحتاج تدرس فيها وتاخد كورسات وتتعلم وكده. او حتة انت شاطر فيها والمجتمع بيحبها بس انت يعني مش هوايتك قوي، بس ممكن تشتغل فيها لانها هتحقق لك هتحقق لك انكم، هتخلي مستواك المعيشي كويس مثلا. الحاجة دي هي دي اللي انت تقدر ترسم عليها طموحك وتخطط لها وتبذل فيها مجهود وهكذا. اتمنى ان الفيديو يكون صحتكم، وانا بشكر الطلاب من جامعة MSA اللي عملوا البروجكت ده اللي اسمه بعبع الثانوية العامة، علشان هم طلبوا مني اني اشارك معاهم. اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد، وربنا يكون معاكم، وربنا هيعوض كل حد مجتهد. المهم ان انتوا تحافظوا على هدوءكم وعلاقتكم بولادكم وكلامكم المشجع، وربنا معاكم.